بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد النور المؤيد المنصور الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. صلوات ربي وتسليماته عليك وتحياته وبركاته إليك يا رحمة ربنا المهداه ويا نعمته المزداه. صلى عليك الله يا خير خلق الله. عايز شاي اجيب لك، عايز سكر اجيب لك. تمام، لا هو كده الشاي كويس، بس نرد بس الباب كده شويه. نرد الباب ده. بالامس قلنا ان في تقرير. نعم؟ هم ما يعرفونيش، انا مش صاحب الواقع. لا ده انا اللي هعمله مع نفسي انا. لا ده مع نفسي انا. بالامس قلنا ورأينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات خاصة بمركز سنورس شكوى مواطن صاحب الاكاونت ابو احمد رجب سنورس نشر شكوى. فحوى هذه الشكوى زي ما وعدناكم بالامس وقلنا ان احنا هنطلع ونتكلم عن اللي حصل ايه. بس عايز اوصل حاجة يا جماعة، ان دايما الساكت عن حقه لا يستحقه، والساكت عن الحق شيطان أخرس. شيطان أخرس. الشكوى كانت بتقول إيه؟ كان كاتب ده مضمون الشكوى. طيب حد هيقول لي ما احنا قرينا. عايز أقول لكم دايما إن التكرار بيعلم الشطار. كتب مستشفى خاص كبير في سنورس أعلن في أول سبتمبر، يعني في أول شهر 9 من العام الجاري، عن وجود أستاذ دكتور كبير بالمستشفى. والدكتور ده هو الدكتور الجراحة والمناظير، وهو أستاذ دكتور في القصر العيني واستشاري السمنة المعروف دكتور أحمد العطار. أحمد العطار، واللي عايز يعرف شكله يا ريت يدخل على جوجل ويعمل سيرش ويكتب الدكتور أحمد العطار. فوجئ بأن المستشفى عملت بانر كبير وأعلنت عن تواجد الدكتور أحمد العطار، ودي فرصة ذهبية لكل رجل أو سيدة عاوز إن هو يخفف الوزن بتاعه شوية أو يعمل عمليات خاصة بالسمنة المفرطة، يقوم بذهاب، والناس راحت حجزت خصيصا عشان خاطر تقابل الدكتور أحمد العطار. المستشفى نور الهدى التخصصي أعلن عن وجود أستاذ دكتور كبير بالمستشفى في تخصص معين، وهو تخصص الجراحات العامة والسمنة المفرطة، وبناء على اسم الدكتور الذي تم بالإعلان وهو الدكتور أحمد العطار. أحمد العطار. قام أحد قرايب ناشر الشكوى، وهو يعتبر جوز بنته، بالحجز بمبلغ 200 جنيه، وذهب في اليوم المحدد للكشف. يا ريت كل الناس تجمع وكل الناس تكون موجودة وتسمع هذه المشكلة. وإحنا مش بنتجنى على حد يا جماعة، وإحنا ما بنسعاش إن إحنا نقطع عيش حد على الإطلاق، بس لازم يبقى في حاجة حلوة في بلدنا، لازم يكون في وقفة عفوا، لازم نقول للمحق صدقت وللمبطل كذبت. ده حتى يوم القيامة ربنا بيقول للمظلوم تقدم وللظالم تقهقر. ده ربنا جبال في الدنيا ايه اللي هيحصل. قام بالحجز بمبلغ 200 جنيه وذهب في اليوم المحدد للكشف، وكان يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19/9. يعني هو حجز يوم 2/9. الدكتور بجلالة قدره خد وقت طويل جدا من 2/9 ما جاش ل 19/9، والناس صبرة ومستحملة على أمل إن هي هتقابل الدكتور الفذ العبقري الجينيوس الدكتور أحمد العطار. ولكن لحسن حظ الناس أو لحسن حظ الأخ أو الأستاذ اللي راح حجز الكشف يعلم تماما الدكتور أحمد العطار، وعارف شكله وملامحه
كويس جدا جدا يا جماعة، وده ممكن يكون غايب كتير عن الناس التانية اللي وثقت في الإعلان المكبر الموجود على جدران المستشفى الخارجي وراحت قطعت كشوفات بالملايين. شوف الكشف بتاعه ب200 جنيه يا جماعة. شوف كام مريض، كام رجل وسيدة راحوا حجزوا كشوفات عشان يقابلوا الدكتور أحمد العطار. والشخص قال للموظفة، وده على لسان ناشر الشكوى المختصة: احنا حاجزين عند الدكتور فلان، وبالبحث والتحري وجدنا انه الدكتور أحمد العطار. قالت له الموظفة: اتفضل حضرتك ادخل إلى غرفة الكشف. يا ريت كانت الممرضة استخدمت الصدق والشفافية والوضوح والصراحة، وأدلت لحاجز الكشف وقالت له بكل بساطة وبكل ممنونية، والناس مش هتمانع، وكان ليها حرية الاختيار، فهم بين اثنتين كلتاهما النار، يا إما الدخول والرضوخ مع الدكتور المبدل والدكتور المزيف. عايز أقول المزيف لأن إحنا كده أمام دكتور ليس هو المتفق عليه، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين. شريعة المتعاقدين. كان واجب على الممرضة وكان يجب على الأخت الفاضلة الموجودة إن هي تقول لهم الدكتور ما جاش وبعت دكتور تاني، فلهم الحرية الاختيار، إما أن يستردوا ثمن الكشف وإما أن يرضخوا ويدخلوا ويكشفوا، وده بإرادتهم وباختيارهم ليس رغما عنهم. فدخل إلى غرفة الكشف لم يجد الدكتور المعلن عنه، ووجد دكتور آخر غير المتفق عليه. قال للطبيب: احنا حاجزين عند الدكتور أحمد العطار. قال له الطبيب: ومما زاد الطين بلة، حتى يعني رد الدكتور المفترض الذي يحمل درجة عالية من الدكتوراه. طب الممرضة أو اللي بره نقدر نقول إن سلوكها على قد علمها. عايز أقول لكم إن مش فيه تاج وفيه حذاء، مش كلاهما يلبس، ولكن الأول يلبس على الرأس والآخر نسحقه بالأقدام. الشاهد كان يجب أن هذا إنسان وهذه إنسانة، فكلاهما من صنع الله ومن خلق الله، ولكن هذا كان من المفترض أن يكون له أسلوبا علميا قيما مهذبا يختلف تماما عن حديث الممرضة. فقال له الدكتور الطبيب: أنا كنت عايز أقول لك حاجة من أول حضرتك ما دخلت. أصل الدكتور أحمد العطار طبعا في الشكوى مكتوب فلان، وهو عرف، وإذا عرف السبب بطل العجل. أصل الدكتور فلان اعتذر وأنا بدلا منه. قال له مرافق المريض: بس احنا جايين مخصوص للدكتور. طبعا مرافق المريض يا جماعة اللي هو صاحب الشكوى او اللي هو ناشر الشكوى. احنا جايين عند الدكتور فلان. قال له الطبيب: احنا كلنا واحد. والله يا دكتور أحمد عبد اللطيف ما هكذا تساق الإبل. عندما يسرق السارق يظن أن الناس كلهم لصوص. احنا كلنا واحد، ومش لازم المريض يتمسك بدكتور معين، لازم تعرف أكتر من دكتور وتتعامل مع الكل. اتفق تماما، بس إذا كان المتفق عليه كان الدكتور أحمد العطار في المقام الأول والأخير. إذا كان الدكتور أحمد العطار هو اللي جه وهو اللي كشف وما عجبهمش كشفه والعلاج اللي أعطاه ما قطعش معاهم، من حقهم أيوة يتعرفوا على دكتور 1 و2 و3 وتتعامل مع الكل. وسأل المريض عن شكواه وكتب على أشعة وتحاليل. خرجوا من غرفة الكشف وقال المرافق للموظفة المختصة: حضرتك ليه ما قلتليش من الأول إن الدكتور أحمد العطار ما جاش وإن الموجود دكتور تاني؟
وانه اعتذر ومش موجود. قالت له ما هو ده كمان دكتور. يعني اذا كان صاحب البيت بالضف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص. ده ردي ببساطة شديدة على اللي حصل مع صاحب الشكوى ومع صهره ومع ابنته. ومش جاي. قالت له ما هو ده كمان دكتور كويس وشاطر. قال لها بس احنا حاجزين ب 200 جنيه وجايين بناء على اسم الطبيب اللي هو احمد العطار اللي انتم اعلنتوا عنه وزينتوا البنر باسمه وعملتوا اعلانات فخمه وكبيره وكانه فيلم سينمائي يعرض لاول مره في المسارح والسينمات بسنورس. قالت له ده كويس مش عرفك ان هو كويس ونفس التخصص، مع ان المفروض انها كانت اعتذرت للمريض والمرافق وابنته واعطت لهم الكشف، ولكن لا حياء لمن تنادي، لا حياء لمن تنادي، ومن امن العقاب اساء الادب. صاحب الشكوى معروف وهو الحاج رجب عبد السلام منصور، وده كان طبعا كاتب رقم تليفونه موجود 010 11 77 58 17. يا ريت بس نجيب الاعلان اللي هو كان موجود، البانر اللي كان موجود يا جماعه علشان يكون فيه مصداقيه للكلام اللي احنا بنقوله. يا ريت اي حد من الساده المتابعين على الاكونت حماده جمعه باللغه العربيه عنده تعليق في التعليقات بقى والكومنتات، يا ريت ان انتوا تقولوا لنا رايكم، وحذاري كل الحذر، حذاري كل الحذر. امسك لي بس دي كده، ايوه امسك دي كده. ده يا جماعة مستشفى نور الهدى اللي كانت عاملة الإعلان بتاعها، ومقرها طبعا في سنورس شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي بجوار موقف مصر، والحجز مسبق بالاتصال، وادي ارقام التليفونات وادي الاعلان بتاعهم وادي السمنة، علاج السمنة بجراحات المناظير، بجراحات المناظير. ده الإعلان اللي كان موجود بتاعهم يا جماعة، والدكتور أحمد العطار، دكتور أحمد العطار. تمام تمام. فدي يا جماعة احنا بنقول الكلام ده ليه؟ احنا مش بنقول الكلام ده علشان يكون هدفنا في النهاية هو قطع الأرزاق أو غلق المستشفى، لا. كل الناس رواد مستشفى نور الهدى التخصصي في سنورس. يا ريت حضرتك لما تروح تحجز عند دكتور معين لازم قبل ما تروح تكون عارف شكل الدكتور اللي انت هتتعرف عليه واللي انت عايزه هو الدكتور ده ولا مش هو. ولو دخلت وما لقيتوش هو امتنع تماما، لان اتضح بعد كده ان في نفس اليوم كان هناك عدد غفير وعدد كبير من المرضى اللي حجزوا علشان يقابلوا ولي النعم الدكتور أحمد العطار علشان يكشف عليهم، وبعد ما دفعوا 200 جنيه كان أظن في اليوم ده أكتر من حوالي 50 أو 60 مريض، ربنا يعافينا ويعافيكم. ولكن لجهلهم بمن هو أحمد العطار وجهلهم بصورته دخلت الناس وكشفت على اعتبار إنه هو، وطلع في النهاية هو الدكتور أحمد عبد اللطيف. يا ريت بعد إذن حضرتك التذكرة. تذكرة؟ لا التذكرة عند حضرتك. يعرض لنا بس التذكرة تحت كده يا فندم.
اعرضها لي من تحت. ادي التذكره يا جماعه، عشان ما حد بس يقول ان احنا بنتجنى على حد. اهي كانت 20/9 يوم مكتوب 20/9 تمام. ده الحجز كان 2/9 تمام، وهم راحوا 19/9 بس هم كاتبين تحريرا في 17/9/23 مش هتفرق. كشف دكتور احمد عبد اللطيف. ادي التذكره يا جماعه علشان ما حدش يقول لنا ايه دليلك، يبقى الشكوى هي دليل، وادي التذكره واحنا قلنا لكم. اتفضل يا فندم. ماشي خلاص. واحنا كده قلنا لكم على القصه وما فيها واصل الحكايه. اي موضوع في الدنيا ربنا جعل لكل حاجه او لكل داء له دواء. ايه هو العلاج وايه هو العبره والعظه اللي ممكن نتخذها من وقعه زي هذه الوقائع؟ ندائي الى القائمين على مستشفى النور التخصصي بسنورس، يا ريت ما تضحكوش على الناس. العمليه مش عمليه جبايه فلوس وخلاص، لا، الكلمه امانه، ولما لا؟ فبكلمه تحل لك امراه، وبكلمه تحرم عليك، وبكلمه قد تسيل البرك من الدماء وتنمو الاحقاد والشحناء، وبكلمه قد يسعد حزين او يحزن سعيد. وقلنا الكلام ده كتير جدا جدا يا جماعه. يبقى اول حاجه القائمين والسيد مدير المستشفى. مدير المستشفى اسمه ايه يا فندم؟ مدير المستشفى ايه؟ استاذ عصام؟ مدير المستشفى الاستاذ عصام؟ ندائي الاخوي الانساني المهذب المحترم الى الاستاذ عصام حسين. عصام السيد حسين، صاحب او رئيس مجلس اداره مستشفى نور الهدى التخصصي، بضروره اعطاء التعليمات وضروره اعطاء الاوردرات الى جميع اصطاف المستشفى، بضروره الالتزام بالحديث والتحدث مع المرضى في حاله تغيير الدكتور المتفق عليه، بأن هناك دكتورا آخر أتى بدلا منه، وأن الدكتور الأصلي اللي انتوا جايين يا جماعة عشانه ودافعين 200 جنيه 300 جنيه ولو حتى 10 جنيه اعتذر. فمن باب الشيم ومن باب الأخلاق الحميدة إن احنا ما نضحكش على حد وما نضحكش على الناس في سبيل الحصول على حفنة من الجنيهات على الإطلاق. مهنة الطب هي مهنة سامية ورسالة جميلة ومهذبة. يا بالك عندما يخطئ معلم يموت جيل، وعندما يخطئ طبيب يموت مريض. عايزين نكون شعار المستشفى في المرحلة القادمة الصراحة، الوضاحة، عدم الضحك واللف والدوران على العميل أو على المرضى، عدم تكرار نفس الواقعة مرة أخرى. لو كنت أملك القرار بدل من الأستاذ عصام لقمت بالتواصل مع هذا المريض وزوجته وأحضرتهم إلى مكتبي وقمت بتقديم الاعتذار لهم، وإحضار هذه الممرضة أو عاملة الاستقبال وقدمت الاعتذار لهم، وقمت برد الكشف لهم مرة أخرى، حتى لو طلبوا التعويض المناسب سأعطيه لهم، لأن هذا حق، وزي ما قلنا الحق الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا ريت مش عايزين نفخم في الدعاية والإعلانات اللي بنعملها ونحطها على باب المستشفى من بره، لأن دي وقعة فريدة من نوعها، وما خفي كان أعظم. هذه واقعة نهديها إلى القائمين على ملف الصحة بمحافظة الفيوم، وعلى القائمين على المرور والتفتيش على المستشفيات الخاصة بالمحافظة. يا ريت كل واحد يشوف شغله على أكمل وجه.
لا أقول وداع، ولكن لقاء متجدد، وسنعلمكم بآخر المستجدات حول هذه الواقعة ومستشفى نور الهدى التخصصي بمركز سنورس. دمتم في أمان الله.